كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. مواكبة الاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، اتخذت سيرية الدرك الملكي بالكناس تدابير أمنية استباقية، وذلك بعد دراسة الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون بشكل كثيف كالمنشآت السياحية والساحات العمومية الرئيسية. لهذا الغرض تم تسخير موارد بشرية ولوجستيكية مهمة تهدف إلى استتباب الأمن وتحقيق أقصى درجات اليقظة والمحافظة على النظام العام خلال فترة الاحتفالات، وذلك بالتنسيق الفعال مع مختلف الوحدات الأمنية، السلطات المحلية والمراكز المجاورة. هذه الاستراتيجية تعتمد بالأساس على دوريات متنقلة وأخرى راجلة، إضافة إلى سدود قضائية أمنية بجل محاور الطرقية الرئيسية، مع التركيز على التجمعات السكنية والمحلات التجارية الكبيرة. وتعكس هذه الإجراءات بالأساس التزام مؤسسة الدرك الملكي بشرطة القرب والاستباقية للحفاظ على أمن سلامة وممتلكات المواطنين، وتشكل كذلك ثمرة للتنسيق على جميع المستويات المعلوماتية والميدانية. كل شيء مزيان هنايا في الحاجب، زوين جا زوين، جينا ندوزو البناني هنا، كل شيء مزيان الحمد لله. السلام عليكم. بمناسبة حلول السنة الميلادية كنشكروا كاع الاتفاقيه ديال الدرك الملكي على هذه المجهودات اللي بدلوها. الحمد لله جينا ندوزو راسنا هنا في مدينه الكناس وتفاجئنا بهذا الدرك الملكي على هذه المجهودات كامله اللي داروا ان شاء الله، ونتمنوا كلشي يدوز مزيان. وكنشكركم بزاف ونشكروا كاع الدرك الملكي على هذه المجهودات اللي داروا ان شاء الله.